في ناس تعبانة بس مش قادرة تقول إنها تعبانة، مش مكتئبة ولا منهارة، بس مفيش طاقة، مفيش شغف، ولا في سبب واضح. لو الإحساس ده عدى عليك فالسلسلة دي عشانك. الإنهاك الصامت مش كسل ومش ضعف ومش دلع، ده تعب متراكم النفس شالته كتير من غير ما تشتكي، زي موبايل شكله شغال بس على 3%. الإنهاك الصامت بيطلع لما الواحد يفضل قوي زيادة عن اللزوم، يكتم، يكمل، يقول مش وقته. فالمشكلة مش في الضغط، المشكلة إنه مفيش تصريف للضغط ده. رمضان مش بيتعب الناس، هو بس بيشيل الضوضاء، فاللي كان مستخبي بيبان. أصعب تعب يا صديقي إنك تصحى مش زعلان ولا مستريح ولا عارف تشتكي ولا عارف تفرح ولا حتى عارف تقول إيه اللي وجعك. مش هقولك ترتاح ولا تغير حياتك، بس جرب النهاردة تسأل نفسك سؤال واحد: أنا تعبان من إيه مش من مين، واكتب الإجابة حتى لو مش كاملة. الإنهاك الصامت أول عقدة، وفي الحلقة اللي جاية من تفكيك هنفكك الضجيج اللي جوه السكوت، ونقول ليه دماغك مش بتسكت حتى وانت هادي. هنفكها سوا بس على مهل. وما تنساش يا صديقي شير للفيديو، يمكن غيرك يستفيد. رمضانكم سعادة.